ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا حبيت افيدكم بالفراير، حبيت اعرفكم كل حاجه عنها واعرفكم مميزاتها واعرفكم كل حاجه تخصها، عشان قبل ما تشتروا الفراير تكونوا عارفين عنها كل حاجه. اول حاجه، انا عندي الفراير اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي هي زي الفرن. دي بالنسبه لي احسن كتير جدا من الدرجه، هقول لكم ليه واحنا شغالين. خليني كده اعرفكم على المكونات بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده، دول 3 ارفف بالشكل ده كده. تقدروا ان انتوا تحطوهم التلاتة او تحطوا اتنين او تحطوا التلاتة مع بعض على حسب كمية الحاجات اللي انتوا عايزين تحطوها. يعني ما شاء الله بتاخد 3 اضعاف اللي ممكن تحطيه في التانية في العادية اللي هي الدرج. دي كده صينية، ممكن تفرشي عليها ورق زبدة او تستخدميها كصينية عادية خالص. معاها كمان الشبكة دي بتتفتح بالشكل ده كده. شايفين انا بضغط عليها كده وبعد كده بفتحها. وتقدروا ان انتوا ترصوا هنا كده الخلة بتاعة الشيش طاووق او صوابع الكفتة او اي حاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بتقفلوا عليه وتفضل دي تلف كده، بركبها في النص هنا كده وتفضل تلف والحاجة بتتشوي فيها بالشكل ده. بتفضل ماسكاها ومتماسكة جدا. ممكن كمان تحطوا جواها حاجات، خضار، اي حاجة انتوا عايزين تشووها بتحطوها جواها وهي تفضل تلف بالشكل ده. طبعا هي مش شغالة دلوقتي، بتفضل تلف وتشوي لكم الحاجة كويس جدا، وفي نفس الوقت الحاجة ما تقعش منها. خلاص، ده كده بالنسبة للشبكة دي. معايا كمان الصينية دي بتاعة الكيك، ممكن تعملوا فيها أي نوع كيك انتوا عايزينه، بالمناسبة حلوة جدا في استخدامها. بس ما بينفعش ان هي تدخل كده بالشكل ده لأنها أصغر من مقاس الفراير. فبعمل ايه؟ بنحط الأول الشبكة، الرف اللي هو الشبكة ده كده بالشكل ده، وبعد كده بحط عليه الصينية بالشكل ده كده. خلاص، وبظبطها على برنامج الكيك وهي بتستوي على طول. ده كده بالنسبة للجزء بتاع الكيك. نيجي بقى لبقية القطعة بتاعتنا. عندي كمان القطعة اللي هي عميقة شوية بالشكل ده كده. دي كمان ممكن تحطوا فيها البطاطس، ممكن تحطوا فيها أي حاجة انتوا عايزينها، بحيث ان هي تبقى عميقة وتقدروا ان انتوا تحطوا فيها زي صينية كده. بس بدل ما هي مقفولة بتبقى شبكة. حلوة جدا في الاستخدام، وانا بفضلها في الاستخدام عن اي حاجة تانية. ده كده الجزء اللي هو بتاع المفروض ان انتوا تعملوا فيه الفراخ اللي هي البروست او كده. بس زي ما قلت لكم ممكن تحطوها في الصينية اللي قبلها. خلاص. الايد اللي معاها دي زي ما انتم شايفين، دي ايد عشان تسهل علينا دخول الجزء ده وخروجه. بدخلها بالشكل ده كده وبعد كده بفك الايد، ولما باجي اطلعها بركب الايد برضو وبدخلها. بدخلها في الجزء اللي انا وريته لكم ده وبطلعها بيها بالشكل ده كده. سهلة جدا في الاستخدام، شايفين؟ بدخلها وبطلعها بالطريقة دي كده. بس طبعا برضو لازم يكون تحتها الرف اللي هو الشبكة ده. نيجي بقى للجزء ده اللي هو زي الشبكة ده كده، الاسطوانية. الجزء ده انا مش بستخدمه خالص. هو المفروض ان هو استخدامه للبطاطس وكمان للفشار. بس انا مش بستخدمه خالص. بنحط كده الجزء ده في النص اللي هو عبارة عن الحديدة الطويلة دي. وبعد كده بنعلقه على الجزء اللي في النص اللي هو بتاع الشواية، وبتفضل تلف مع الاستخدام عشان بالشكل ده كده عشان تحمر لنا البطاطس او تعمل الفشار. خلاص، ده كده بالنسبة للجزء ده. بتتفتح من الجنب كده بالشكل ده، وبنحط جواها الحاجات اللي احنا عايزين نحطها ونرش عليها زيت. وبعد كده بنسيبها نلف. بس زي ما انتم شايفين هي جديدة خالص لان انا مش بستخدمها خالص. بستسهل ان انا احط البطاطس على طول في الشبكة وبشغل الفراير على طول. السيخ ده ليه اكتر من استخدام. اول حاجة اللي هو بيستخدم مع دي، وزي ما قلت زي ما وريته لكم في الاول كمان بيستخدم مع الجزء اللي هو بيتحط فيه شيش طاووق او اللي زي الشبكة بالشكل التاني. معايا هنا كمان الجزء اللي هو بتاع المشبك ده اللي هو بتاع الفراخ المشوية، ان انت تحطي الفرخة على السيخ وبتيجي بالجزء ده كده اللي هو زي الدبوس ده، وبتثبتيه من الناحيتين على الفرخة بحيث ان هو يمسك الفرخة من الناحيتين، يثبتها على السيخ. وبعد كده بنثبتها في الفراير زي ما انتوا شايفين كده. بقوم رابطة عليه بالشكل ده كده. لو انتوا عايزين فيديوهات توضيحية لعمايل الحاجات فيها هبقى اعمل لكم حاجات فيها واوريها لكم. وبالفعل انا عامله حاجه هحط لكم صورتها في الاخر، وهنزل لكم طريقه استخدامها في مره تانية. بقوم حاطه الفرخه في النص وبعد كده بثبتها من الناحيتين كده وبربط عليها من المسمار اللي انتوا شايفينه كده. وبعد كده بقوم حطاها على السيخ اللي في النص وتفضل برضو تلف لحد ما تستوي تماما بالشكل ده كده. ده كده المكان المخصص ليها. شايفين بالشكل ده كده. بثبتها هنا كده الجزء ده، ولما بشغلها على برنامج الشوايه بتفضل تلف. خلاص، ده كده بالنسبه للجزء ده.
دي كده حاجة أنا مش عارفة هي إيه استخدامها ولا بتاعة إيه، فما باستخدمهاش يعني، أنا سايباها كده لإن مش عارفة هي بتاعة إيه أصلًا. آآ كمان عايزة أعرّفكم كمان على ال الجزء ده اللي بيشيل أصلًا ال اللي بيشيل أصلًا الحاجات اللي زي دي، اللي هي اللي بتبقى على السيخ اللي بيلِف. يعني مثلًا دي أنا لو حاطاها في النُص فأنا عايزة أخرّجها، أخرّجها إزاي؟ فبادخّل السيخ الجزء اللي أنتم شفتوه معايا ده بادخّله، باقوم شدّاها بيه. نيجي بقى للفراير نفسها، أعرّفكم على أنا عرّفتكم على الملحقات بتاعتها، هنعرّفكم على الفراير. ده كده زرار التشغيل بتاعتها. أول حاجة برنامج الكيك بياخد 180 درجة حرارة، وبياخد تقريبًا نُص ساعة. زي ما أنتم شايفين كده 30 دقيقة. بنمشي بقى على برنامج، أنا هاوريكم دلوقتي كل برنامج بياخد قد إيه حرارة وقد إيه وقت، عشان أنتِ كمان لو عندِك الفراير اللي هي العادية اللي هي الدرج، تقدري تحددي درجة الحرارة اللي أنتِ هتستخدميها لكل برنامج. يعني أنتِ مثلًا عايزة تعملي بيتزا، هتعرفي درجة الحرارة بتاعتها. عايزة تعملي ساندوتشات، أي حاجة. ميزة الفراير دي إن هي بتعمل أي حاجة وكل حاجة، وكل حاجة ليها وقت معين، وكل برنامج ليه تسوية مختلفة عن التانية تمامًا. حتى التسخين، حتى فك التجميد، كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، وليها وقت، وليها درجة حرارة مختلفة. ده كده بالنسبة للحاجات الديجيتال اللي هي يعني ليها وقت معين ومتثبتة عليها. عندنا هنا بقى حاجات تانية بتستخدم يدوي زي ما انتم شايفين كده. الإضاءة احنا ممكن نتحكم فيها يدوي زي ما انتم شايفين. نقدر نتحكم، نفتح الشواية، نقفل الشواية، نعلي الحرارة، نوطي الحرارة زي ما انتم شايفين كده. ده بالنسبة للتحكم اليدوي. شايفين ده تحكم يدوي اهو. شغلت السخان لفوق قفلته، شغلت السخان لتحت قفلته، عملت وقت، زودت حرارة، ضبط. يعني كل حاجة وتقدروا تتحكموا فيها لوحدها بالشكل ده كده. الجزء اللي فوق بتاع الشواية ده زي ما قلت لكم اللي هي الحاجات اللي بتلف على السيخ. شايفين؟ انا متهيألي كده هي كل حاجه فيها واضحه بالشكل اللي انا بوريه لكم ده. بالمناسبه انا كمان عندي الفراير الدرج مختلفه تماما عن دي. لو عايزيني في مره برضو اعمل لكم ريفيو عنهم الاتنين مع بعض عشان تشوفوا دي وتشوفوا دي، يبقى برضو هعمل لكم. زي ما انتم شايفين كده الفراير من جوه فيها سخان من تحت، سخان سفلي وسخان علوي زي ما انتم شايفين كده. يعني مش واحد بس زي الفراير الدرج بيبقى فيها واحد بس من فوق، انما دي مختلفه بيبقى فيها سخان فوق وسخان تحت. ما حدش يقول لي هي زي الفرن او هي فرن، لان هي مش فرن. تسويتها مختلفة تماما عن الفرن. حلوة جدا، انصحكم فيها جدا جدا. مختلفة تماما عن الدرج يا جماعة، دي احسن من الدرج وعن تجربة. بالمناسبة انا عاملة الفراخ المشوية دي فيها، وعاملة الكفتة دي فيها. تسويتها فعلا ممتازة، انصحكم بيها. ولو احتجتوا اي حاجة او اي معلومة عنها كلموني. اتمنى اكون افدتكم. السلام عليكم.